السلام عليكم طلاب. طبعا من خلال هذا الفيديو حسب طلب مجموعة من الطلاب، يعني مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، طلبوا من عندي اشرح لهم بعض المواضيع اللي هي راح اشرح لكم 4 مواضيع: مشتقة الدالة المركبة، ومشتقة اللوغاريتم، والاشتقاق الضمني، وجمع الماتريكس، وضرب الماتريكس. ذني مواضيع ان شاء الله راح اشرحها لكم، وان شاء الله تفهموها بقدر الامكان. واذا عندكم يعني في مسألة ما فهمتوها او تعليق معين او اي شيء غير واضح وغير يعني مو مبهم عليكم ما فهمتوه، قولوا له ان شاء الله اعيد لكم غير مرة. فهسه راح نبدي بهم بالسهل ان شاء الله. نبدي بالسهلات اول شيء والصعبات بالاخير. هي ماكو شيء صعب، بس اكو شيء يعني حله راح ياخذ معنا وقت، واكو شيء حله راح ياخذ معنا خطوه أو خطوتين. فنبدي بهم بالسهل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نبدي بمشتقه اللوغاريتم، بما انه هاي اسهل شيء. مشتقه اللوغاريتم يعني حلها خطوه واحده. خطوه واحده بالنسبه لي يعرف يشتق اكيد، ولا حد يقول ما اعرف اشتق. يعني مسبقا نشرت لكم روابط مال الاشتقاقات، وصورت لكم فيديو نفس هذا عن الاشتقاقات، عالجت ببعض النقاط الضعف عندكم. واذا هم اكو شيء بعد ما فاهمينه قولوا لي. هسه نبدي نشتق داله اللوغاريتم. اول شيء خلينا نفهم شنو هي داله اللوغاريتم والسؤال شلون يجي عليها. على سبيل المثال هي الموضوع مالتها يقول مشتقة الدالة، يفتح لك قوس هيجي أو أقواس عادية، جي للإكس. هاي الدالة تكون بين قوسين، وهنا يخلي لك لوج. هاي هيجي بالسؤال يجي هيجي تساوي لواي، يقول لك اشتق لي يعني. هاي طبعا الدالة هيجي تكون بالسؤال، بس أكيد هنا راح تكون أرقام. هنا داخل هذا القوس راح تكون أرقام. راح أعطيكم هسه مثال حتى تفهمونها. وأكيد هاي تكون بالنسبة للإكس، اشتقاق بالنسبة للإكس. خلينا نعطيكم مثال عادي. عندنا يقول واي تساوي لي لوج 7 إكس أس 3. أكيد هاي بين قوسين 7 إكس أس 3 ناقص 3 إكس. هذا المثال يرد مشتقتها بالنسبة للإكس، نفس هذا المنطق. خلنا نتفق منها هسه اتفاق واحد. من أقول واي فتحة أو واي داش، من أقول دي واي على دي إكس، دي واي على دي إكس، من أقول اف فتحة للإكس. هاي أو هاي أو هاي كلهن معناها مشتقة. رمز المشتقة واي فتحة دي واي على دي إكس، اف فتحة للإكس، اف حرف اف فوقها جي فتحة للإكس. هذين كلهن رمز المشتقة، يعني كلهن يعبرن عن شيء واحد، يعبرن عن رمز المشتقة. أنا هسه من أريد أشتق هاي أقدر أقول دي واي على دي إكس، مثل بما أنه هو مطن واي، وأقدر أقول واي فتحة وأشتقها. فأنا هسه راح أقول واي فتحة بما أنه يعني أبسط شيء وأسهل شيء، ويعني مثلها تشبهها. أقول واي فتحة تساوي لي يعني مشتقة هاي واي فتحة. من تجي هاي المشتقة شو تسوي لها؟ من مشتقة اللوج شلون تحلها؟ شوف، تجر خط كسر، شو تسوي له؟ فوق تكتب المشتقة، وجوا تنزل الدالة نفسها نقطة راس خطأ. هسه واحد يقول بس هاي، اي بس هاي، بس هاي. فوق تكتب المشتقة، مشتقة يعني تشتق هاي، تكتب الحل مالت الاشتقاق فوق، وجوا تنزل الدالة نفسها نصا. وهسه انا راح احلها لكم بخطوة واحدة، ما تاخذ من وقتكم ابدا. نقول بسم الله ونبدا نحل. طبعا هاي كلكم تعرفون تشتقونها، واللي ما يعرف يشتغل خليه يراجع الاشتقاقات من البداية. مشتقة هاي داخل القوس، اشتق بس داخل القوس، ما عليك بهاي الهوسة كلها اللي برا القوس ما عليها. نزل رمز المشتقة واي فتحة، تعال لهذا داخل القوس اشتقها. أول شي نبدي بها بالسرة منه. مشتقة 7 إكس أس 3، مشتقتها شنو؟ مشتقتها أكيد 21 إكس تربيع. 3 تنزل تنضرب بالسبعة تصير 21، الإكس تنزل تربيع. مشتقة هاي -3 إكس، تنزل هي وإشارتها -3، بس 3 تنزل، بس 3 تنزل. الإكس بما أنه ما عليها هنا أس فالطير ما علينا بيها. هسه اشتقينا الفوق، نجي لهاي الدالة ننزلها نفسها نصا، بس بدون أقواس، بدون لوج، بدون واي، نسخ لصق. 7 إكس أس 3 ناقص 3 إكس تم. بكل بساطة. اكو شي صعب؟ اكو شي صعب هسه انا سويته؟ ابدا، ما جاي شي في الصعب. مجرد هاي الدالة داخل قوسين اشتقيتها ونزلتها جوا، انتهى الحل. طبعا لها يعني تعريف تقدر تكتبه بالبداية، يعني بداية الحل تقول له بما انه احنا اتفقنا انه واي فتحة دي واي على دي اكس، واف فتحة الاكس نفس الشيء، شو تقول له بالبداية قبل لا تبدا تحل؟ تقول له دي واي على دي اكس تساوي لي جي فتحة للإكس. هسه يقول واحد شنو جي فتحة للإكس؟ ترى جي فتحة للإكس نفسها اف فتحة للإكس، نفس الشيء، مجرد الرمز يختلف. بس أنا راح ألتزم بالتعريف مثل ما موجود بالملزمة، جي فتحة للإكس على جي للإكس. هسه واحد يقول شنو جي فتحة للإكس على جي للإكس؟ ما فهمت. شوف حبيبي، جي فتحة للإكس يعني تشتق الدالة بين قوسين مثل ما أنا اشتقتها، يعني مشتقتها جي فتحة للإكس، مشتقة الدالة اللي هي هاي هسه اشتقيناها
على جي للإكس، ما دام ماكو فوقها فتحة يعني الدالة نفسها تنزل. أكو هنا هسه فتحة؟ لا، يعني الدالة نفسها تنزل. هذا هو، هذا حلها بكل بساطة. تقدر هنا تكتب دي واي على دي إكس وهنا هذا الحل نفسه ينزل. كملنا هسه الموضوع الأول اللي هو مشتقة اللوغاريتم. الموضوع الثاني الدالة المركبة، بس أخلي لكم خط جوها حتى ما تشبك عليكم. الدالة المركبة بها تعريف، وهذا التعريف إذا ما تحفظه هو مو تعريف يعني كتابة، تعريف مثل تعريف موجود بالتاريخ أو تعريف موجود بأي يعني بالأدب أو أي مكان ثاني. تعريف عبارة عن يعني رموز. هسه راح أكتب لك وأقول لكم شلون تحفظونه، وعندي طريقة مبسطة حتى تحفظون إن شاء الله. أول شيء خلينا نعرف شنو هي الدالة المركبة. طبعا الدالة المركبة هي بها يو، حرف يو، بها حرف يو. إذا شفت حرف يو بالسؤال معناها هاي دالة مركبة. هسه أول شيء خلي أكتب لكم التعريف مالتها والدر أوضحها لكم. التعريف مالتها شو يقول؟ يقول دي واي على دي إكس، دي واي على دي إكس. وتعرفون شنو دي واي على دي إكس؟ نفسها واي فتحة، نفسها اف فتحة للإكس، رمز المشتقة، رمز المشتقة. دي واي على دي إكس شو تساوي؟ يعني مشتقة الواي، مشتقة الواي بالنسبة للإكس، مشتقة الواي بالنسبة للإكس هذا رمزها. يعني هسه هاي شلون تقراها؟ تقول مشتقة الواي بالنسبة للإكس، هيك تقراها. شو تساوي لي؟ قل له دي واي على دي إكس شو تساوي لي؟ التعريف شو يقول؟ التعريف يقول دي واي دي يو، العفو، التعريف يقول دي واي على دي يو مضروبة في دي يو على دي اكس. دي واي على دي اكس تساوي لي دي واي على دي يو مضروبة في دي يو على دي اكس. يعني هسه واحد يقول شنو يعني؟ شوف، مشتقة الواي بالنسبة للأكس تساوي لي مشتقة الواي بالنسبة لليو مضروبة في مشتقة اليو بالنسبة للأكس. هسه الواحد يقول أنا يقول هم ما فهمت، هسه من نحلها أوضحها لك. بس شلون تحفظها يعني هذا شلون تحفظه ما تنسى. شوف أنت هسه ببدأ ايش كتبت؟ دي واي على دي إكس، مو كتبتها هيجي؟ دي واي على دي إكس ما تنساها. لا هسه أول شي كتبتها هنا مشتقة الواي بالنسبة للإكس شو تساوي لي؟ شوف أنت مو كتبت دي واي على دي إكس، دي واي مو كتبتها، مو كتبت يساوي، هنا هم اكتب دي واي. تمام، دي واي هنا فوق، دي واي هنا فوق. تمام، مو تنزلها جوا ولا تخليها هناك، لا، انت مو كتبت دي واي على دي اكس، هنا هم اكتب دي واي بس مو على اكس، بدل الاكس هنا خلي يو، بدل الاكس هنا خلي يو. تمام، انت مو كتبت دي واي على دي اكس، دي واي وين كتبتها؟ هنا كتبتها فوق ورا اليسار. وين راح تكتبها؟ هم تكتبها فوق، مو تكتبها جوا تفضحنا فوق، اكتبها فوق. تمام تمام، دي واي على دي يو، الدي يو صار جواها دي يو. هنا ايش تكتب؟ هنا شوف انت هنا مو كتبت يو، هنا من يقابلها شوف، شوف كأنه ما سهم هيك. من هنا يصير هنا دي يو على دي اكس. انت هنا مو كتبت دي يو، هنا ايش تكتب؟ هنا مو تكتب هم دي واي، انت مو كتبت هنا دي واي تكتب ترجع هنا تكتب دي واي، لا، هنا تخلي دي يو. تمام، دي يو على دي اكس مشتقة يو بالنسبة للاكس. تمام تمام، يعني شوف ذني نفس، شوف ذني واحدة تقابل الثانية هيك صايرات. تمام، مو تنساهن، هذا ممكن مو تخليهن هيك ولا تخليهن هيك، يعني مو عادلات تخليهن هيك بس واحدة بصف الثانية، لا، خليهن هيك متعاكسات. تمام تمام، أعيد التعريف خاف صارت هوس عليكم. دي واي على دي اكس يعني المشتقة تساوي لي هنا شخلي انا هنا مو خليت واي فوق، هنا هم راح اخلي واي فوق. دي واي على دي يو. زين هنا شخلي؟ اكيد هنا ضرب، هنا شخلي والله انا هنا مو خليت اليو جوا، لازم هنا اخلي اليو فوق حتى تصير معاكسة الها. اوكي، دي يو على دي اكس، هذا القانون. هذا اذا حفظته تعرف تجاوب، ما حفظته ما تعرف تجاوب. مش مشتقة الدالة المركبة، إذا حفظت هذا التعريف تعرف تجاوب، ما حفظته ما تعرف تجاوب. وعليه هسه راح آخذ لكم مثال بسيط إن شاء الله نحله سوية خطوة بخطوة. المثال شو يقول؟ يقول إذا كان يو تساوي لي 2 إكس تربيع زائد 1، فارزة واي تساوي لي يو أس 10
من يبدأ المثال ترى هذا. هسه قال إذا كان يو تساوي 2 إكس تربيع زائد 1، واي تساوي لي يو أس 10، الواي تساوي لي يو أس 10، الأس مالتها 10. شي يريد؟ أوكي كتبتها، شو تريد؟ يقول لي أوجد مشتقة واي بالنسبة للإكس. إذا واحد شوية يعني مركز وياي يعرف شنو مشتقة الواي بالنسبة للإكس. مشتقة الواي بالنسبة للإكس هنا هسه أنا استوى وضحتها. شنو مشتقة الواي بالنسبة للإكس؟ هاي مشتقة الواي بالنسبة للإكس، مشتقة الواي بالنسبة للإكس. زين هاي شلون تنقرأ؟ مشتقة الواي بالنسبة لليو، هاي شلون تنقرأ؟ مشتقة اليو بالنسبة للإكس. يعني هسه مثلا من أقول، خليني أجيب البلاط ورقة. من أقول هسه يعني على سبيل المثال يعني مثلا هسه من أقول دي ياسر على دي علي، هاي شلون نقراها؟ مشتقة ياسر بالنسبة لعلي. احنا نبدي من فوق مو من جوا. هاي شلون تنقرأ؟ ما دام مع حرف دي، يعني هاي مشتقة ياسر بالنسبة لعلي، مشتقة ياسر بالنسبة لعلي. من أقول دي واي على دي اكس، مشتقة واي بالنسبة للإكس، تمام؟ يعني هيك هذا السهم حتى ما تنساه. مشتقة واي بالنسبة للإكس، مشتقة ياسر بالنسبة لعلي، هيك هذا سهم هيك حتى ما تنساه. مشتقة واي بالنسبة للإكس، مشتقة ياسر بالنسبة لعلي. تمام. نرجع نكمل. أوجد مشتقة واي بالنسبة للإكس. ما دام واي بالنسبة للإكس يعني هاي دي واي على دي إكس. تمام. خلني نقول بسم الله ونبدأ. هاي من شفت حرف يو، من شفت حرف يو أوقف هنا. نقول هاي مو الدالة المركبة، هاي مو الدالة المركبة. زين الدالة المركبة مو بها تعريف للحل. تمام. اكتب الحل. الحل قبل اكتب التعريف قبل بدون تفاهم. قل له دي واي، هو مو يريد مشتقة الواي بالنسبة للإكس، اكتب لي هي دي واي على دي إكس، مشتقة الواي بالنسبة للإكس. شو تساوي؟ خلينا نكتب القانون اللي قبل شوي كتبناه. كتبت هنا الواي، هنا هم تخلي دي واي على دي يو. هنا دي يو هنا تصير معاكستها، المعاكسة مالتها هنا دي يو، دي يو مو واي، دي يو بالنسبة للإكس على دي إكس. ترى هاي دي يو مو دي واي، لا أحد يشتبه بيها. دي واي على دي إكس. تمام. هسه نجي نعوض. شلون نعوض؟ أنا أقول لكم شلون. إحنا هناش عندنا مشتقة الواي بالنسبة لليو، هي وينها الواي وينها اليو؟ شوفوا هاي مو واي، هاي مو يو، اكو غيرها الموجودة بالمعادلة واي ويو. يعني اكفت علاقة بين الواي وبين اليو غير هاي؟ دوروا هاي المعادلة قدامكم، عندكم هاي وهاي، يا معادلة عندنا بيها واي وبيها يو غير هاي. هاي ترى بيها اكس ويو، اكس ويو، اكس ويو، ما بيها واي. ماكو غير هاي بيها واي، بيها واي وبيها يو، ماكو غيرها. اذا هاي زين هاي شلون شو تسوي لها؟ هاي انا اقول لك شو تسوي. تجي لهاي تشتقها مو تجي تشتق الواي، لا اشتق بس هاي، بس هاي مشتقة الواي بالنسبة لليو، مشتقة الواي بالنسبة لليو. تشتق اليو. شنو مشتقة اليو؟ أول شي ننزل دي واي على دي إكس تساوي لي، تخلي هيك قوس. مشتقة اليو شنو؟ هي مو يو مرفوع على القوة، مو يو مرفوع على القوة 10. شلون تشتقها؟ قل له 10 يو تنقص من الأس 1 9. حلو. شنو بيناتهم ضرب. تقدر تجي لهاي مشتقة اليو بالنسبة للإكس، يعني علاقة بين اليو وبين الإكس، ترجع للمعادلة. هاي بين الواي وبين اليو، هاي بين الإكس وبين اليو، ماكو غيرها. مشتقة اليو بالنسبة للإكس. شوف اليو فوق، مشتقة اليو بالنسبة للإكس، مشتقة اليو بالنسبة للإكس. تمام. مشتقة اليو بالنسبة للإكس تجي تشتق هاي 2 إكس تربيع زائد 1، الواحد يطير مع اللي نبيه. 2 إكس، 2 تنزل تنضرب يصير 4 إكس في 4 إكس. تمام. هسه شو سويت؟ رتب المعادلة. مجرد نرتب المعادلة. شوف احنا هنا عندنا دي واي على دي اكس، هنا عندنا اكس، هنا عندنا يو، يعني 3 رموز مختلفة. فشلة يعني يبقى 3 رموز مختلفة. فاحنا شو نسوي؟ شوف نشيل هاي اليو، هذا حرف اليو نشيله، نعوض بدال القيمة مالته. هسه واحد يقول القيمة مالته وينها؟ ها وياها مو قدامك. اليو هنا شو تساوي لي؟
من أقول هسه، من أقول إكس تساوي 2، زين الإكس تساوي 2، 2 مو تساوي الإكس، يعني نقول إكس تساوي 2، مو أقدر أقول 2 تساوي إكس، مو له مو إكس تساوي 2، 2 تساوي إكس، هنا نفس الشيء. يو تساوي 2 إكس تربيع زائد 1، 2 إكس تربيع زائد 1 تساوي يو، نفس الشيء. يعني هاي تساوي هاي وهاي تساوي هاي. أقدر أشيل اليو أخلي هاي بمكانها؟ الجواب بكل بساطة نعم أقدر. فخلينا نشيلها نخليها بمكانها. ننزل دي واي على دي اكس تساوي لي 10، افتح قوس أكيد، بدال اليو نخلي القيمة مالتها 2 إكس تربيع زائد 1، 2 إكس تربيع زائد 1، نسد القوس وخلي الأس مالتها، إيش قد الأس؟ 9، هاي 9، هاي كلها مضروبة في 4 إكس. تمام. هسه واحد يقول هسه شو أسوي؟ يعني أوزع، أضرب، شو أسوي؟ شوف، ما دام هنا عندك الأس ما تقدر تدخل هاي الأربعة على القوس، هذا مثل الحارس هنا يقول لك إيش حدك تتقرب لي، حارس هنا ما يخليك تضربها بالقوس، يعني ما تقدر تدخل 4 إكس على هاي القوس، مستحيل، إلا تضرب هذا القوس في نفسه 9 مرات، يعني تضربه في نفسه 9 مرات، يعني هذا القوس في هذا القوس في هذا القوس، تظل تضرب الناتج ياخذ من عندك الحل هاي الوجهية كلها، ويمكن تحتاج بعد واحدة، فانت شو تسوي؟ تعوف على حطيته. طبعا هسه هنا انتهى الحل، هنا تاخذ عليها 10 من 10 إذا هي عليها 10 درجات، خلاص هي هاي. أعطيكم بعد مثال عليها حتى تضبطونها أكثر 100%، ما تبقى عندكم أي نقطة ضعف، حتى خفت شيء هسه هنا ما فهمتوا بالمثال الثاني إن شاء الله تفهمونه. المثال اللي بعد ايش يقول؟ احسب مشتقة الدالة. احسب مشتقة الدالة، يا دالة واي تساوي يو أس 3 زائد 3 يو تربيع. هاي الدالة ركز عليها، منها راح يبدي الحل. احسب مشتقة الدالة بالنسبة للإكس إذا كان يو تساوي ايش قدر تساوي اليو؟ 2 إكس تربيع، 2 إكس تربيع. هاي هم ركزوا عليها، هم راح تكون مفتاح الحل. هسه نبدي نحل. أول شيء قاعدته بالامتحان وجاك هذا السؤال، شو تسوي؟ باوع على السؤال، بي يو، بي حرف يو، وبي مشتقة الواي بالنسبة للإكس وبي يو. إذن هذا بالنسبة للاشتقاق الدالة المركبة، بالنسبة موضوع مشتقة الدالة المركبة. فأنت من عرفت الموضوع تجي قبل تكتب القانون. القانون شو يقول؟ قبل شوي كتبناه، دي واي على دي اكس تساوي لي، هنا خلي دي واي، هنا هم خلي دي واي، دي واي على دي يو، في هنا خلي دي يو، هنا معاكستها دي يو، في دي يو على دي اكس، دي واي على دي اكس تساوي لي. هسه ننزل النواتج. مشتقة الواي بالنسبة لليو وينها؟ أكيد لازم نلقى علاقة بين الواي وبين اليو، هاي وياها. مشتقة الواي بالنسبة لليو تجي الهاي، بس هاي شوف ما عليك بالواي، الواي خلي اصبعك عليها، هاي بس هاي تجي تشتقها. شلون نشتقها هاي؟ خلينا نشتقها هنا، نخلي قوس هيك صغير، قلها 3 يو تربيع زائد 2 تنزل تصير 6 يو مضروبة في مشتقة اليو بالنسبة للإكس. لازم نلقى علاقة بين اليو وبين الإكس، وينها وياها. تجي تشتق هاي، خلي إصبعك على اليو، اشتق بس هاي. شلون تشتقها؟ قل 4 إكس في 4 إكس، سد القوس. قبل شوية مو قلنا فشلة 3 رموز يبقى بالمعادلة لازم تغيرهن، إكس يو واي، ما يصير هيجي، لازم تخليها كلها بدلالة إكس. شو تسوي؟ شكو يو موجودة بالسؤال تشيلها، شكو حرف يو بالسؤال تشيله، تخلي بمكانه قيمة اليو. هسه واحد يقول وين قيمة يو؟ هاي يو تساوي لي، يو تساوي 2 اكس زائد 2 اكس مساوي يو، يو مساوي 2 اكس، 2 اكس مساوي يو، يو مساوي 2 اكس، 2 اكس مساوي يو، يو مساوي 2 اكس،
تمام. الشيل اليو تخلي بمكانها 2 اكس، نزل هاي، نزل النواتج. دي واي على دي اكس تساوي لي 3، تنزل 3 ما علينا بيها. الشيل اليو، هاي يو شيلها، شو تخلي بمكانها؟ أول شي نزل قوس، تخلي بمكانها 2 اكس تربيع 6 القوس، ولا تنسى التربيع، التربيع على قيمة اليو، قيمة اليو وينها؟ هاي وياها، تنزلها وتنزل عليها التربيع، لأن هذا التربيع على القيمة كلها، القيمة مالت اليو، ما عليك بالثلاثة بس اليو. تمام. هاي التربيع زائد 6 افتح قوس، قيمة اليو نفسها تنزلها، هاي وياها 2 اكس تربيع 6 القوس مالتك. هسه خلي قوس هنا كبير، هاي كلها مضروبة في 4 اكس، هاي وياها. خلينا نصفي هاي ودور نضرب واحدة واحدة، لا تستعجل أبد، بالرياضات لا تستعجل. شوف عندك 2 اكس تربيع مرفوعة، شوف خليني أصفيكم إياها، 2 اكس تربيع مرفوعة القوة، شوف 2 اكس تربيع كلها تربيع، هاي شلون تربعها؟ شوف التربيع هذا يعني هذا القوس كله تربع، يعني شو تقول 2 تربيع اكس تربيع كلها تربيع. هسه والله 2 تربيع تعرف تربعها، 2 في 2 4. زين اكس تربيع شلون تربعها؟ شوف اكو قاعدة تقول عند الرفع تضرب الأسس. شنو يعني عند الرفع؟ يعني إذا عندك اكس تربيع بين قوسين مرفوع القوة تضرب هاي القوة بهاي القوة. تمام. يعني كذا 2 في 2 4 تصير اكس أس 4. خل أعطيكم مثال على هاي، لو عندي اكس أس مثلا 4 مرفوع كل القوة تربيع، شلون أطلع الناتج؟ قلنا عند الرفع تضرب الأس، تضرب الأربعة بالاثنين وتساوي لي اكس أس 8. 4 في 2 8. عرفتوا هاي الطريقة؟ تمام، سهلة أعتقد ما عليها ما بيها أي صعوبة. فنجي هاي قلنا قبل شوي الناتج مالتها 2 في 2 4، والإكس في إكس العفو إكس تربيع مرفوع القوة 2 عند الرفع تضرب الأسس 2 في 2 4 إكس أس 4. القوس نفسه ينزل والثلاثة تنزل زائد هاي قبل اضربها ما عليك بيه، يعني ما كنا تربيع ما كنا حارس، قبل دخل الستة على هذا كلها، 6 في 2 12. اكس تربيع تنزل نفسها لأن ما غيرنا بيها شي، وقوس هذا الكبير النزلة 4 اكس النزل. هسه نضرب الأربعة بالثلاثة، هاي الأربعة دخلها على القوس على هاي القيمة، يعني 4 في 3 12 اكس أس 4 زائد 12 اكس تربيع. القوس الكبير لا تنسى، لا تنسى، لا تنسى القوس، لا تنسى الأقواس ترى اللاص 4 اكس. هسه شو تسوي؟ تدخل هاي الأربعة على القوس كله، عندك هنا قيمة وهنا قيمة، تضربها هنا تضربها هنا. تمام تمام. أول شي اضرب الرقم، بس الرقم اضربه، 4 في 12 48. نزل الناتج 40 48 4 في 12 اكس في اكس أس 4. اكو قاعدة تقول عند الضرب تجمع الأسس للأساسات المتشابهة. هسه يقول واحد شنو يعني؟ شوف إذا عندك اكس تربيع مضروبة في اكس تربيع تساوي اكس عند الضرب، الضرب الضرب أكررها، الضرب عند الضرب تجمع الأسس. قلنا 2 زائد 2 4 للأساسات المتشابهة. شنو يعني أساسات متشابهة؟ يعني مثلا اكس تربيع مضروبة في واي تربيع، هنا أقدر أقول له اكس واي أس 4. خطأ، أساسات مو مشابهة مختلفة، هاي اكس هاي واي شلون تصير؟ لازم أساساتها مشابهة، لازم الحروف مشابهة، خلي أحكيها بالعامية الحروف مشابهة. تمام تمام. أعطيكم مثال ثاني، اكس أس 5 مضروبة في اكس أس 5 تساوي لي اكس ايش قد اخلي هنا؟ عند الضرب شنو؟ تجمع الأسس للأساسات المتشابهة، إذا مشابهات. تمام. 5 زائد 5 10. تمام. هسه نضرب هاي اكس في اكس أس 4 عند الضرب تجمع الأسس، هنا واحد، الواحد ما نكتبه فشلة، يعني شوف تقدر تكتب 1 على 1 فشلة ما يصير تكتبها، هنا واحد ما يكتب، فواحد زائد 4 5 عند الضرب تجمع الأسس، اكس أس 4 في اكس أس 1 1 زائد 4 5 هاي اكس
أس 5. تمام. ضربت هاي بهاي، تجي تضربها بهاي. نضرب أول شي الرقم 4 في 12 48 زائد 40 48 أكس في أكس تربيع 1 زائد 2 3 أكس أس 3. هذا الناتج الأخير. تعوفه هيجي صح 100%. تريد تبسطه أكثر تسحب عامل مشترك. هو هسه هنا الحل صحيح 100%، ما حد يحاسبك عليه. إذا تريد ترتب الحل مالتك أكثر، تبين للمصحح أنه أنت ذكي، أنت يعني عندك فكرة عن الرياضيات، عندك معلومات عن الرياضات قوية، شو تقول له؟ شوف أنت هنا عندك أكس أس 3 و48 و48. شوف 48 نفسها، الأكس نفسها، تقدر تسحب عامل مشترك بكل بساطة. نعم. شو تقول له؟ تقول له 48 أكس. هاي تاخذ هاي، مو تاخذ هاي، اخذ الصغيرة، هاي الصغيرة وناخذها لأنها المشابهات، اخذ الصغيرة 3. افتح قوس. هسه هاي عندك مثلا إذا تاخذ من هاي 48 ايش يبقى هنا؟ هي 48 وتاخذ 48 تبقى بس 1. زين هاي أكس أس 5. الخمسة إذا تاخذ من عدد 3 ايش كثر تبقى هاي الخمسة؟ إذا آخذ من عدد 3 ايش قد يبقى؟ يبقى 2. يعني ايش تبقى؟ الواحد ما يكتب أكيد، ما أكتب 1، أكتب أكس 2 يبقى فوقها 2. كان فوقها 5 وأخذت من عدد 3 هاي وياها 3 أخذت منها يبقى 2 زائد ينزل 48. هاي إذا آخذ من عدد 48 ايش كثر يبقى؟ بس 1. هي 48 آخذ من عدد 48 تطير. زين أكس أس 3 إذا آخذ من عدد أكس أس 3 ايش كثر يبقى؟ كله يطير. يعني هنا شو أخلي بمكان هاي القيمة؟ 1. أنت هنا حليت حل 100% صح، وبينت للمصحح إنه أنت يعني عندك فكرة قوية عن الرياضيات، أساسات قوية. هسه هنا احنا كملنا مشتقة اللوغاريتم، وكملنا الدالة المركبة. خلنا ننتقل للاشتقاق الضمني. هسه نجي لموضوع الاشتقاق الضمني. طبعا هذا الموضوع أول ما تشوفونه وتحلونه راح تحسون فيه شوية بصعوبة بالبداية. أنا واحد من عندكم هيك حسيت، بس مجرد ما تحلك مثالين بيدك، تحلين بيدك ورقة وقلم، راح يصير عندك موضوع جدا سهل وتافه أصلا ما بكل صعوبة. أول شيء لازم نعرف شنو الفرق بين الاشتقاق الطبيعي العادي والاشتقاق الضمني ونفرق بيناتهم. شوف، لو مثلا هسه أنا عندي واي تساوي لي اكس اس 3 زائد اكس تربيع. لو مثلا عندي واي تساوي لي جذر اكس. لو فرضا عندي واي تساوي لي اكس أس 5 زائد 1. لو فرضا عندي واي تساوي لي اكس تربيع ناقص 1 على اكس تربيع زائد 1 وغيرها. يعني باختصار اللي أريد أوصله لكم، الفكرة اللي أريد أوصلها لكم، جاي تلاحظون أنه واي بطرف والدالة بطرف، واي بطرف والدالة بطرف، واي بطرف والدالة بطرف، واي بطرف والدالة بطرف. جاي تلاحظون، وجاي تلاحظون أنه الأس مالتها 1 1 1 1 مرفوعة للأس 1، يعني كلها مرفوعة للأس 1، لا تربيع ولا تكعيب. هاي هنا تشتغل اشتقاق طبيعي حسب المشتقات الموجودة مسبقا اللي دزيت الروابط مالتهم لكم وقلت لكم اقروهن. هنا تشتق اشتقاق طبيعي. خلينا نشتق بالله واحدة من عندنا. خلينا نشتق بالله هاي أول واحدة. يعني تذكير بسيط، واي تساوي لي اكس أس 3 زائد اكس تربيع، واي فتحة تساوي لي 3 اكس تربيع زائد 2 اكس. هذا اشتقاق طبيعي وبسيط كل شي ما بيه. خلينا نشتق هاي الثانية بالجذر. واي تساوي لي جذر اكس، واي فتحة تساوي لي جر خط كسر ما دام تربيع 1 على 2 في نفس الجذر. هاي اشتقاق يعني بسيط وسهل وما بشي وماخذينه مسبقا. الاشتقاق الضمني شلون؟ شوف شلون تفرق. لو مثلا هسه أنا عندي واي زائد واي تربيع تساوي لي اكس اس 3 ناقص 3 اكس تربيع زائد 1. لو فرضا عندي واي اس 3 تساوي لي اكس اس 3
ناقص 3 إكس تربيع زائد 1. لو فرضا عندي إكس واي تساوي لي إكس أس 3 ناقص 3 إكس تربيع زائد 1. ما أدري ليش لطشت بزائد 1، غلس. لو عندي مثلا جذر الواي تساوي لي إكس أس 3 ناقص 3 إكس أس 10. جاي تلاحظون اكو شي غريب هنا. شوف هاي الواي لا ماكو فوقها لا اس تربيع، ذني لا اس تربيع ولا اكو شي يمها، وهي بطرف والبقية بطرف. زين هنا جاي تلاحظون، شوف هنا اول شي عندنا اثنين وايات، ولا حد يقول اسحب عامل مشترك، لا تفكر بهاي. عندك هنا وايات اثنين وعندك هنا اكسات، يعني اثنين وايات مو وحدة. يعني هسه لو هاي الواي تربيع ما موجودة اقدر اشتق هاي اشتقاق طبيعي، بس هنا عندي واي. زين هاي نفس الشي، يعني لو ما الاس هذا هنا ما موجود اقدر اشتق اشتقاق طبيعي، بس هنا عندي مشكلة. زين هاي بالنسبة لهاي، لو هاي الاكس ما هي بصفها اقدر اشتقها اشتقاق طبيعي. زين بعد لو الجذر ما هو اقدر اشتقها اشتقاق طبيعي. هاي يعني هاي شلون تشتقها؟ اشتقاق هاي شلون؟ طبعا كلش بسيط، كلش بسيط. راح اخذ لكم واحدة من عدد اشتقها، اخذ الاخيرة. هاي هنا 3، راح اخذ هاي اخر واحدة اشتقها لكم هسه اشتقاق ضمني، وراويكم شلون سهل. خل اخذها هنا. جذر واي تساوي لي اكس اس 3 ناقص 3 اكس 10. هاي شلون تشتقها؟ مو تجي تكتب لي واي فتحة، لو تكتب لي دي واي على دي اكس، لو اف فتحة على الاكس، لا تشتقها كلها منا لهنا، كلها تشتق. كذلك هاي لو ردت تشتقها تشتقها كلها من الواي للاخير، منا للاخير، منا للاخير. هاي كذلك تشتقها منا للاخير. هاي شلون تشتقها؟ شوف، بما انه جذر عليها جذر تربيع، شو تقول له؟ 1 على 2 في نفس الجذر. هاي كلها مضروبة في واي فتحة. خلي أعطيكم ملاحظة بسيطة قبل لا أشتغل. لو فرضا عندي واي اس 3 وأريد أشتغل اشتقاق ضمني مو اشتقاق عادي، اشتقاق ضمني، شو أسوي؟ أقول اشتقها اشتقاق طبيعي أول شي. مشتقتها شنو؟ 3 واي تربيع، أضربها في واي فتحة، أضربها في واي فتحة. أي كل ما أشتق واي نقطة راس صدر، كل ما أشتق واي أضرب بواي فتحة، كل ما أشتق واي أضرب بواي فتحة، كل ما أشتق واي أضرب بواي فتحة. ثابتة، ثابتة بالاشتقاق الضمني ثابتة. من تشتق اكس لا تضرب اكس فتحة، دير بالك تفشلنا يا معود. بس الواي بس الواي بس الواي، مش تشتق واي تضرب واي فتحة. واي فتحة شنو يعني؟ يعني المشتقة، حتى تطلع المشتقة. تمام تمام. لو عندك مثلا هنا واي بس 10، إذا تريد تشتق اشتقاق ضمني بالنسبة للاشتقاق الضمني شو تقول له؟ 10 واي اس 9 في واي فتحة. تمام تمام. كل ما تشتق واي تضرب بواي فتحة بس. هسه أنا كانت عندي واي تحت الجذر، اشتقيتها ضربت بواي فتحة. خلي أكمل اشتقاق تساوي. هنا ايش عندي؟ هاي شوف هاي كلها اشتقاق عادي. ليش؟ لأن ماكو واي، ماكو يمها واي. لو يمها واي أضرب بواي فتحة. خلينا نشتغل. 3 اكس تربيع ناقص 10 في 33 اكس اس 9. شوف هسه أنا اشتقيت، أنا شريد، أنا المطلوب مني شريد. المطلوب هاي ألقى قيمتها. زين اكو قاعدة تقول أي شي مضروب بالمجهول ينزل بالمقام، أو البعيد على القريب، ياهو البعيد هذا ويا البعيد، ياهو القريب هذا القريب. البعيد على القريب، على يعني خط كسر. أو تقدر تقول أي شي مضروب بمجهول ينزل بالمقام، المقام ياهو الجوه. فش تقول واي فتحة تساوي لي جر خط كسر. العفو، قلنا البعيد على القريب أو أي شي مضروب بالمجهول ينزل بالمقام. خل أول شي نقول أي شي مضروب ينزل بالمقام. هاي هنا مو أكو ضرب، مضروب بمجهول ينزل بالمقام. 1 على 2 جذر واي، وهذا يجي فوق البعيد على القريب، البعيد على القريب 3 اكس تربيع ناقص 30 اكس تربيع. طبعا تقدر تكتفي بالحل هنا، أنا هذا الناتج. هذا الحل كلش كافي. هو يعني مو مستحيل يتبسط أكثر، بس يصير دوخ عليك وهو سهل. أنت هنا اكتفي بالحل. خل أعطيكم بعد مثال ثاني. فرضا يعني أعطيكم من ذني، يا هي اختارها، يا هي اختار هاي، لأن هاي حاصل ضرب دالتين، الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى.
أخذها لأن صعبة شوية. تمام. إكس واي تساوي لي إكس أس 3 ناقصا 3 إكس تربيع زائد 1. خلنا نشتغل منها لهنا. هاي حاصل ضرب دالتين، مو تجي تشتغلي بس هاي أو بس هاي، لا. شوف، الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى وتكمل الحل. خلنا نشتغل. الأولى تنزل، الأولى في مشتقة الثانية مشتقة الواي شنو؟ واي فتحة زائد الثانية واي في مشتقة الأولى مشتقة الإكس 1 ما تنكتب ويساوي. أعيد، أخاف واحد ما انتبه. الأولى في مشتقة الثانية، الأولى إكس في مشتقة الثانية مشتقة الواي بس واي فتحة، هاي مشتقتها، زائد الثانية هاي في مشتقة الإكس. مشتقة الإكس شنو؟ 1. يعني كأنما تخيل كأنما هنا يعني واي في 1، يعني في مضروبة الواي في 1، يعني كأنما راح تصير واي في 1 يساوي واي، يعني بس واي تبقى هاي واي، ويساوي مشتقة إكس أس 3 تصير 3 إكس تربيع، هاي يصير ناقص 6 إكس. هسه لهنا تمام. هاي حلها ماكو، هاي حلها خطوة واحدة، بخطوة واحدة راح أحلها. شوف، إحنا هناش عندنا واي فتحة، أنا أريد واي فتحة. زين، واي فتحة أكو شي مضروب بيها؟ إيه مضروب بيها الإكس. قبل شوي قلنا أي شي مضروب بمجهول ينزل جوا. تمام. قبل لا أنزلها جوا، أنا هناش عندي واي، إذا أعبرها لهنا مو تصير سالبة. تمام. راح أعبر الواي لهنا، راح أسوي خطوتين، ما أسوي خطوة حتى ما حد يدوخ. الخطوة الأولى أنا أعبر الواي، تنزل نفس المعادلة إكس في واي فتحة، هاي الواي اللي بصفها أشمرها لهناك ورد يساوي، تصير سالب واي، هاي 3 إكس موجب أكيد ما لعبت بيها، زائد 3 إكس تربيع ناقص 6 إكس. هسه شو أسوي؟ أقول له البعيد على القريب أو المضروب المجهول ينزل بالمقام. يعني شوفون هاي بعيد، شوفون هاي قريب. شنو يعني قريب بعيد؟ شنو يعني قريب؟ شوف، القريب على المجهول أسميه القريب، البعيد على المجهول أسميه بعيد. البعيد على القريب، أو أي شيء مضروب بمجهول ينزل بالمقام، أي شيء مضروب بمجهول ينزل بالمقام. هاي الواي هي أنا أريدها مجهولة فتنزل بالمقام. شكله الحل الأخير واي فتحة تساوي لي خط كسر البعيد على القريب أو أي شيء مضروب بالمجهول ينزل بالمقام إكس، وهاي تجي فوق ناقص واي السالب مو تنساها، زائد 3 إكس تربيع ناقص 6 إكس. تم. أكو شي صعب بالاشتقاق الضمني؟ مجرد كل ما تشتق واي تضرب بواي فتحة، كل ما تشتق واي تضرب بواي فتحة. راح أخذ لكم آخر مثال وأختم الموضوع حتى بعد ما أسولف فيها لأن طولنا. مثال أخير، خاف أحد ما فهم، أحد يعني جاي يواجه صعوبة، الجاي يواجه صعوبة بالاشتقاق يراجع المحاضرات القديمة مالت الاشتقاق. اكو محاضرات انا نزلتها بالجروب يروح يراجعها، واذا ما يندلها خليه يجينا انا ادلي بيها. خلينا نشتغل هاي اول وحدة. اخر شي واي زائد واي تربيع تساوي لي اكس اس 3 ناقص 3 اكس تربيع زائد 1. خلينا نشتغل بالسرعة. مشتقة الواي واي فتحة زائد تنزل مشتقة الواي تربيع 2 واي، اضرب ما دام مشتقة واي اضرب بواي فتحة تساوي تنزل بالسرعة مشتقة هاي 3 اكس تربيع ناقص 2 في 3 6 اكس زائد 1 الطير. شوف هسه انا اريد واي فتحة، اريد واي فتحة، هاي اريدها. زين، هنا عندي واي فتحة، هنا عندي واي فتحة، شو اسوي؟ عندي 2 وانا اريد وحدة، هاي وحدة بس. ثواني خلي اشرح لكم. هنا انا عندي هنا هاي واي فتحة وهنا عندي واي فتحة. زين، انا عندي 2، عندي 2 واريد وحدة، شو اسوي؟ هسه قاعد بالامتحان وحاير، صعبة ما تعرف. بكل بساطة شو تسوي؟ تسحب عامل مشترك، هنا مو 2، تسحب عامل مشترك، تنزل وحدة من عندنا تنزلها هنا واي فتحة، تفتح قوس، هناش عندك واي فتحة زائد. شوف
هنا إذا أخذت واي فتحة هاي كلها يعني شلتها، مكانها مو يبقى فارغ. أتخيل هسه أنا هاي شلتها هسه أنا خليتها هنا ها وياها، مكانها مو يبقى فارغ. زين بالامتحان يصير تبقي فارغ؟ لا، خلي بمكانها واحد. يعني هسه هاي مو شلتها واحد، بقى بمكانها واحد، زائد تنزل 2 واي. هاي ما لعبت بيها أنا، عليها واي فتحة، ما عليها بالواي، مو تروح تشيل هاي وتفشنا، لا، واي فتحة بس هاي، زائد 2 واي. زين هنا أنت عندك واي فتحة، إذا شلتها مو يبقى واحد. زين واحد مضروب بهاي، الواحد عنصر محايد، من أضربه بأي مقدار يبقى نفسه. 100 في واحد 100، إكس في واحد إكس، ياسر في واحد ياسر، أي شيء يضربه بواحد يبقى نفسه، أي مقدار. هسه خليني أوضح لكم هي وينها هاي. 2 واي، 2 واي في واي فتحة، أنا شلت الواي فتحة بقى بمكانها واحد، في 2 واي، كأنما يعني واحد في هذا المقدار أكيد يبقى 2 واي، تنزل هاي 2 واي سد القوس. هنا ضرب بيناتنا. هسه أريد أعرف حل صح لو غلط. شفت عندك هنا سحبت واي فتحة، لو رجعت ضربتها بالقوس ترجع نفسها. هاي خلينا نجرب والله، تجربة سريعة. واي فتحة في واحد، يعني واي فتحة في واحد، واي فتحة، واي فتحة في 2، الزائد ينزل، العفو الزائد ينزل، واي فتحة في 2 واي، تصير 2 واي، واي فتحة. شوف واي فتحة نفسها، زائد نفسها، 2 واي واي فتحة، 2 واي واي فتحة، أكيد هاي بيناتهم ضرب، خب نفسها رجعت، يعني حلك صحيح. تمام تمام. تنزل اللي يساوي، مجرد هاي سحبت من عندها عامل مشترك، هاي ماكو، هاي سحبت من عندها واي فتحة عامل مشترك، تنزل اللي يساوي مقدار هذا كله، تنزله نفسه، 3 إكس تربيع ناقص 6 إكس. نرجع لقاعدتنا القديمة، شو تقول؟ البعيد على القريب أو أي شيء مضروب بالمجهول ينزل بالمقام، وعليه الواي فتحة تساوي لي خط كسر. البعيد على القريب أو أي شيء مضروب بالمجهول ينزل بالمقام، هذا البعيد هذا القريب، هذا المجهول هذا مضروب بالمجهول، العفو هذا البعيد هذا القريب، هذا المجهول وهذا المضروب مضروب بالمجهول. شو تسوي؟ تنزله، هاي المضروب بالمجهول ينزل جوا، واحد زائد 2 واي، وهذا فوق ينزل هنا، البعيد على القريب، 3 إكس تربيع ناقص 6 إكس. حلك صحيح 100%. خلاص طولت بالاشتقاق الضمني لأن موضوع شوية يريد خلق، يريد هسه مو حل الضمني، أنت روح حلهن بعد وراي، جرب ورقة وقلم وحلهن بيدك، إذا ضبطتهن خلاص بعد انسى شيء اسمه الاشتقاق الضمني، صعب انساه. هسه خلينا نشوف احنا ايش عندنا بعد. شرحنا 3 مواضيع، المركبة واللوغاريتم والاشتقاق الضمني. هسه قبل لا انتقل للماتريكس يعني اعطيكم يعني شيء بسيط، يعني اللوغاريتم ما اعطيتكم اياه من ساعة، يعني ما ياخذ من وقتكم 3 دقائق. لو فرضا هي مو عن اللوغاريتم، يعني قاعدة عامة، لو فرضا عندي واي تساوي، طبعا ما عليكم بهاي فوق كملناها، واي تساوي لي تحت الجذر التربيعي اكس اس 3 ناقص 2. إذا قلت لك اشتغلها هاي شلون تشتغلها؟ أكيد علمتكم مسبقا عليها. واي فتحة تساوي لي خط كسر مشتقة داخل القوس، مشتقة داخل القوس، هاي اشتقاقها شنو؟ 3 إكس تربيع، مشتقة داخل القوس شنو؟ 3 إكس تربيع. 2 ما عليك بيها، صفر، يعني كأنما هنا ناقص صفر، ناقص صفر ما لها قيمة، ما تنكتب. مشتقة داخل القوس على 2 ثابتة، هاي 2 ثابتة من عندك، على 2 في نفس الجذر، إكس أس 3 ناقص 2، مشتقة داخل الجذر على 2 في نفس الجذر، مشتقة داخل الجذر على 2 من عندك في نفس الجذر. كملت. بس طلاب العفو قبل شوية غلطت، يعني غلط بسيط، هاي هنا اس 9، أنا نزلت هنا تربيع، هاي هنا 9 مو تربيع، والناتج نفسه ماكو أي تغيير، بس هنا كانت تربيع، كانت تربيع المفروض هي 9، صحت. هسه كملنا احنا المقدمة أو الزلاطة، شو سميها. هسه ننتقل للماتريكس، هذا الموضوع يلي أغلب الطلاب واجهها الصعوبة بقراءته. راح أقسم هنا المقاطع 2 حتى ما أطيل عليكم. المقطع الأول شرحنا به أول 3 مواضيع، المقطع الجاي اللي راح أصوره هسه الثاني، وراح أنزله لكم عن الماتريكس فقط، حتى إذا واحد
يعني مثلا ضعيف بالماتريكس يقرأ بس الماتريكس، إذا واحد ضعيف بس بذني الشرح يقرأ بس بذني. تمام. هسه خليه أصور لكم مات الماتريكس.